طيب المره دي انا هجرب مطعم غريب وسندوتش عجيب جدا، وهو اكبر ارخص سندوتش بطاطس موجود في مصر. والمطعم اللي احنا هنجربه النهارده هو مطعم مشهور عندنا جدا في اسكندريه اسمه بابا دوقني. واللي بيميز المطعم ده ان هو بيعمل سندوتشات كبيره جدا، يعني معبيه بطاطس من كل ناحيه فيها، وكمان برضه سعرها رخيص جدا. فمش عارف ازاي يعني التشكيله الغريبه دي عنده. وهو عنده سندوتشات ياما، يعني سندوتش بطاطس، سندوتش كريسبي ومكسيكي وصدق وجبنه مقليه وليله كبيره قوي. زي ما انتم شايفين الاسعار عنده تعتبر قليله جدا، والساندوتش انا مش فاهم يعني هو حشيك الكميه دي ازاي. من غير ما اطول عليكم، انا للاسف الشديد لما رحت عنده النهارده ما لقيتش عنده غير 3 سندوتشات بس، اللي هو يا اما بطاطس يا اما كريسبي يا اما بانيه. وانا عايز اقول لكم ان هو بالرغم من حجم الكيس ووزنه ده الا دول 3 سندوتشات بس. يعني بصوا السندوتش حجمه ازاي. لا يعني ده حجمه تقريبا اكبر من وشي. والثلاث سندوتشات العمالقه دول سعرهم 95 جنيه. ما تسالنيش ازاي، انا نفسي مش عارف. فمن غير ما اطول عليكم يلا بينا نجربهم. بس اول فكركم تعملوا لايك جامد للفيديو، عايزين نوصل الفيديو ده ل 10000 لايك، فكل يعمل لايك حالا. طبعا السوشيال سبسكرايب والفولو انتوا تتفرجوا على الفيسبوك. ويلا بينا نجربه. ونبدا بقى باول سندوتش معانا وهو سندوتش البطاطس. انا قلت اجرب البطاطس كده لوحدها، وده سعره 20 جنيه. انا ما اعرفش يعني هو بيزرع البطاطس عنده في المحل ولا ايه، انا مش عارف. هو كباكجينج يعني ياخد 0%. يعني بص هو ده كده الباكجينج وكاتب لي عليه بطاطس عشان ابقى عارف يعني ده سندوتش ايه. وبصوا يعني ده حجم كده السندوتش. تعالوا بقى نقطعه ونشوف كده كميه البطاطس جوه عامله ازاي. وده كده كميه البطاطس اللي جوه. طبعا انا مش محتاج اقول لكم يعني ان الكميه رهيبه جدا. تعالوا بقى نجربه. بسم الله. سندوتش كطعم فالصراحه طعمه جامد جدا. يعني عيش التورتيلا طري جدا، يعني مش من النوع اللي هو كده تحس ان انت بتشت كاوتش. لا عادي، طعمه طري كده ودايب. البطاطس طعمها حلو ومستويه كويس. هي البطاطس يعني عليها كده بهارات، فانت لو من هواة البهارات بتاعت البطاطس الجديده دي فهتعجبك. لو انت بتحب البطاطس تبقى بيزك خالص ممكن تبقى تقول له هناك. يعني هناك كان وهو بيعمل السندوتش كان بيسالني احط لك ده ولا لا، احط لك ده ولا لا. محطوط برده التوميه في السندوتش، التوميه بتاعتهم طعمها جامد. وطبعا يعني محطوط على البطاطس كاتشب، برده الكاتشب كان بيسالني احطه ولا لا. يعني كتقييم للسندوتش البطاطس ده انا شايف ان هو جامد جدا، سعره حلو جدا والكميه كويسه جدا. يعني انتوا ممكن اتنين تشتروا سندوتش تاكلوه تشبعوا وتبقوا مبسوطين. كل واحد فيكم دافع 10 جنيه هتبقى الدنيا مبسوطه. نخش بقى على سندوتش البانيه. ويعني بصوا يعني برده حجمه عملاق جدا، وبرده هو كاتب لي عليه من بره بانيه. بصوا السندوتش ايه ده. دي مشكله دلوقتي، الورق ده لزق على العيش التورتيلا. انا كنت افضل ان هو كان ممكن يلفه بكيسه كمان، يعني الموضوع ده كان يبقى احسن بكتير. بس قشطه يعني مش دي اكبر مشاكل. بالنسبه لسعر سندوتش البانيه ده فهو سعره 35 جنيه. هو بيعمله كان حاطط حوالي مثلا 7 حتت بانيه او حاجه وعليهم بطاطس كتير. تعالوا بقى نقطعه ونشوف هيبقى عامل ازاي. وده كده شكل السندوتش. وبصوا في حته بانيه اهي وحته بانيه اهي وحته بانيه اهي، يعني كميه بانيه كويسه. بس يعني مش عارف بقى هل البطاطس طعمها يلغي على طعم البانيه ولا لا. تعالوا نكتشف سوا. دوق بقى بسم الله. بالنسبه لطعم السندوتش فهو مش اجمد سندوتش بانيه انا جربته في حياتي الصراحه. يعني البانيه هنا تحس ان هو عجينه فراخ مش فراخ حقيقيه، فيعني الطعم ما ظبطش. هو بعدين طعم البطاطس مغطي قوي على طعم البانيه. يعني بصوا هو ميكس حلو، يعني ميكس حلو ومشبع وكل حاجه. بس لو انت رايح تاكل سندوتش بانيه او بتاع مش ده اللي يعني اللي هيجي على هواك. انا بالنسبه لي انا ممكن اكل سندوتش بطاطس سعره اقل وطعم البطاطس حلو وكل حاجه، ومش لازم يعني اميل على البانيه قوي. انا جربت طعم البانيه لوحدها عشان نبقى ادينا كل حاجه حقها. بسم الله. عجينه بانيه قوي الصراحه، ما شدتنيش نهائي. هل ده بقى تشتريه ولا لا؟ زي ما قلت لك بتحب البانيه ما تشتروش. لو انت عايز تجرب حاجه جديده ممكن تجربه، لكن لو انت جعان ممكن تشتري بطاطس بس وهتشبع. اما بقى تالت سندوتش معانا هو سندوتش الكريسبي. بص يعني هو باظظ لي حته الكريسبيه بره، بيقول لي ان السندوتش محشي. يا رب بس يكون طعمها جامد. تعال بقى نشوف. يعني برده مش هقول لكم لزق برده، لا بس فك دي على طول. برده مش محتاج اقول لكم مدى حجم السندوتش. هناخد قطمه على طول كده من حته الفراخ دي. بسم الله. هو ده بقى طعمه جامد. يعني طعم البانيه هنا حلو جدا، وبعدين فراخ حقيقيه والتتبيله بتاعتها حلوه جدا. بتفكرني كده تتبيله الفراخ السوري بتاعت المطاعم السوريه، طعمها جامد. وبرده يعني طعم الفراخ واضح قوي مع طعم البطاطس، برغم من ان سعر السندوتش ده 40 جنيه يعني اغلى 10 جنيه من سعر سندوتش البانيه. ان الطعم هنا جامد جدا. انت لو عايز تاكل سندوتش بطاطس جيب بطاطس بس. عايز بقى تدوق طعم الفراخ وتبقى شبعان ومبسوط وكل حاجه، فسندوتش البانيه هنا عالمي. يعني بصوا طعم فراخ جامد، طعم بطاطس في الجون.
كل حاجه فيه مظبوطه، وبعدين سعره حلو. سندوتش الفراخ ده اكيد هشتريه مره ثانيه. وبس بقى، دي كانت نهايه الفيديو. يا رب يكون الفيديو عجبكم. طبعا ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب والفولو كل ده. طبعا قولوا لي في الكومنتات على مطعم جبن نجربه الفيديو اللي جاي، واشوفكم الفيديو اللي جاي. سلام.